سلام حبيباتي، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جيت اليوم ندير معكم شاباتي تونسي، وصفه سهله توجد بالخف مع هذه السخانه اللي انا فيها. هذا هو شي والو. نروحوا لمقادير الوصفه. بسم الله. عندي 2 كيسان حليب يكونوا دافيين، عندي مغرف سكر ومغرف خميره الخبز. نخلط الحليب والخميره والسكر مليح، ومن بعد نضيف لهم الملح حسب الحاجه. الزيت عندي 3 مغارف، يعني ما نكثروش الزيت. نخلطو مليح ونبقى نضيفو في الفرينه. انا الفرينه اللي هنايا عندي مغربله، طبعا نتوما غربلوها. نبقى نضيف الفرينه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه بزاف، يعني تلصق في اليد، باش الخبز تاعنا هذا يجي طري، ما يجيش هكا يعني خشين. كي يطيب يجي الباب تاعو داخل يجي يعني خشين ثقيل. نعجنو لهنايا واحد شويه، واحد 2 دقائق هكاك. نطمن العجينه تاعي مليح، ومن بعد ندير لها الزيت ونحطها تخمر ديريكت. ندير الزيت في الريسيبيون باش ما يلصقليش. لهنايا بعد ما خمرت لي، شوفوا تفاعلت مليح. نجي لهنا نقسمها الكويرات، يعني خبز ما يكونوش صغار وما يكونوش كبار، باش كي نطيبوهم ما نحبش تكون فيها هذيك اللبابه. نقسمها كامل ونكورها ونخليها تعاود تريح واحد 5 دقائق، ونبدا الخدمه مباشره. نغطيهم ونخليهم يريحوا. لهنا بعد ما ارتاحوا لي واحد 5 دقائق، نجيبو لهنا نحلهم بالزيت. ونكون دايره المقله ولا طاجين ولا فاش طيبو يكون يسخن. وصفه صيفيه بامتياز صراحه، بزاف جبنين. نحطها طيب ونبدا نقلب فيها، يعني نحمرها على الجوانب في زوج باش طيب لي للداخل. نطيب كامل الخبز اللي ما عندي، ومن بعد نبدا نحضر في الحشو ونخليهم حتى يبردوا مليح. بعد نفتحوهم ونعمروهم بيان سور. انا شوفوا الخبيزات هذوما اللي بقاو لي كيفاش درت لهم. فتحتهم كامل ومن بعد وليت نطيب ديريكت. نجو للحشو. واش عندي حبه بصل وحبه فلفله، عندي طون، عندي مايونيز، عندي صدر تاع الدجاج تبلته وقليته ما قطعته غير بالموس، عندي الفرماج، عندي الحميص ولا هريسه والبيض. نجيب لهنا 3 حبات بيض، وندير نزيد لهم البصل والفلفل. عطاه البصل والفلفل عطاه واحد البنه تهبل. طبعا تحبوا ديروا هكا، سينو تحبوا ديروا اومليت وحدها. ندير لها شويه ملح، نخلط مليح ونحطها تنقله، يعني كل خبزه نديرها وحدها. انا درت لها الطون، وطبعا اللي ولادي ما يحبوش الطون درت لهم كما سبقت وقلت الصدر تاع الدجاج تبلته بلي زيبيس تاع الشاورما وقليته. كي برد قطعته يعني هكا، قطعته مليح رقيق ودرت له في بلاصه الطون. الخبز تاعي لهنايا بعد ما طاب، نجيو نفتحوا الخبزه. تشوفوها الداخل كيفاش جات فارغه، جات ما شاء الله. يعني هذه اكله شعبيه يديروها في تونس، يعني ياكلوها في تونس كيما حنا لهنايا نديروا الكرامبيطه ولا نديروا كان محاجب، ولا هما هذه اكله شعبيه يديروها. ويعني تمشي لهم بزاف. كطبقه اولى نديروا المايونيز. انا المايونيز درتها في الدار، اني دايرتها في القناه. طبعا اللي يحب يدير المايونيز. نضيف شويه هريسه، نضيف الحميص، ندير الاومليت، ندير الطون، ندير فرماج، يعني كامل واش عندي ندير منه شويه شويه ونغلق. وشاباتي تاعي راهو حاضر معانا. صدقوني جا بزاف بنين، جا هايل.
انا صراحه في كي يفوت يسخن الحال نحب بزاف السندويشات، يعني على الاطباق هكا جباز ولا شوربه ولا المراقي. نحب هكا حاجه خفيفه ما تديش الوقت وبالخف توجد ومام حاجه بنينه. درت الطون ونزيد الجبن يعني الفرماج. الجبن اختياري طبعا، تحبوا ديروا تاع المثلثات ولا هذا، يعني واش تحبوا نتوما ديروا اللي متوفر عندكم في الدار ديروا. مام بس درت تاع الدجاج يعني كي تبلتو بذوق تاع شاورما جا بزاف بنين. نغلق الخبزه ونقسمها معاكم وتشوفوا القوام تاعها كيفاش جا. البنه صراحه جات هايله، جات بزاف بنينه. هايليك. هذا هو لا فيديو تاعي تاع نهار اليوم، وصفه سهله بنينه. نتمنى